تقدر تيق ان بعض اكبر اليوتيوبرز المغاربه اختفوا هما في القمه، ملايين المتابعين، ملايين المشاهدات، والمستقبل كان باين ومضمون، ولكن فجاه وبدون اي انذار ولاو كانهم تبخروا. شنو اللي وقع لهم؟ واش اعتزلوا؟ ولكن الحقيقه ما كيعرفوهاش بزاف ديال الناس. اليوم غادي نرجعوا لاشهر قصص اختفاء في اليوتيوب المغربي ونكتشفوا شنو خلى هاد الاسماء تغبر بهذه الطريقه. قبل سنوات اليوتيوب المغربي ما كانش كيف ما دابا، ما كانوش استديوهات واعرين ولا كاميرات غاليين ولا ايكيب كبيره خدامه ورا الكواليس، كان غير شخص واحد اللي كان هو اليوتيوبر وكاميرته البسيطه، وكان هادشي كافي باش يصنع نجوم. ديك الفتره كانت كتخرج اسماء جديده كل شهر، ولكن قليل اللي يقدر يخلي بلاصتو، ومن بين هاد الاسماء كان ايمن بوزلام. اذا رجعنا لفتره الحجر الصحي غادي نتفكروا واحد الحاجه مزيان، الناس كاملين كانوا في ديورهم واليوتيوب ولا هو اداه الترفيه الاولى بالنسبه للملايين ديال الناس. وفي هذه الفتره بالضبط بان ايمن بوزلام. الفيديوهات ديالو كانوا بساط ولكن قريبه لاي واحد فينا، فيديوهات بحال النوع الاول والنوع الثاني، مواقف عائليه ومواقف مدرسيه وتفاصيل صغيره كنا كاملين عايشينها، وهذا الشيء خلى الناس يحسوا ان المحتوى ديالو كيهضر عليهم. هذا الشيء علاش الفيديوهات ديالو وصلت لملايين المشاهدات، وفيديو بحال الدراسه عن بعد بوحدو تجاوز 8 مليون مشاهده. القناه بدات كتكبر بسرعه خياليه حتى وصل عدد المشاركين ديالها لاكثر من 3 مليون مشترك. في هذه المرحله كان باين ايمن غادي يولي من اكبر صناع المحتوى في المغرب لسنوات طويله، ولكن وسط هذا النجاح كامل وقع شيء ما كان حتى واحد متوقعه. فجاه عدد الفيديوهات بدات كتنقص، المتابعين في الاول قالوا اكيد غير مشغول، ولكن الايام ولات اسابيع والاسابيع ولات اشهر والقناه بقات ساكته. ولا فيديو قديم كان كيرجع يجيب تعاليق جداد ولكن ماشي على المحتوى. كلشي كان كيسول نفس السؤال، فين غبر ايمن؟ ومن بعد غياب طويل رجع بفيديو بعنوان علاش كنت غابر. فاذا بي كتوصل لي واحد الحاجه اللي انا اصلا الا مشيت تسمعتها كنضحك عليها، وتنقول هادوك الناس اللي تيقولوا انهم جات فيهم هذيك الحاله، كنقول هذوك الناس غيشبعوا خبز. ما لقيتي ما دير وانت تقول مع راسك انايا فيا اكتئاب، وماشي اي نوع ديال الاكتئاب، واحد النوع شويه اللي تيجي بشوي بشوي. وهنا الناس ظنوا غادي يجاوب على كاع الاسئله، ولكن بعد هذاك الفيديو رجع السكوت مره اخرى. ولهذا حتى اليوم يعني بزاف ديال المتابعين اللي مازال ما عارفينش واش هذا الغياب مؤقت ولا نهايه حقيقيه للمسيره كانت ناجحه بشكل كبير. ويمكن هذا الشيء هو اللي كيخلي قصص ايمن مختلفه. ولكن اذا كان ايمن بوزلام خلى الناس محتارين بسبب الغياب ديالو، في اليوتيوبر اللي غادي نهضروا عليه دابا كان كيشجع الناس كل نهار يطوروا راسهم، وكان كيهضر على الانضباط والنجاح وتغيير الحياه. هذا اليوتيوبر هو أوساجي. كنت كندوز النهار كامل جالس خدام وفي الليل كنعس. كنت مره كنبغي نتريني، كندخل لاصال كنخلص عام، كنمشي 3 سيمانات ومن تما ما كيعاودوا يشوفوني. دابا كنتريني 6 ايام في السيمانه، 3 ايام البوكس و3 ايام الحديد. كيفاش قدرت نتحول من انسان كيكره الرياضه لانسان ما قادرش يعيش بلا بها، وكيفاش انت تقدر دير هادشي. ولكن قبل ما ندوزو على غبر أوساجي كنتمنى تدعموا الفيديو بواحد لايك وتابوناو وتفعلوا الجرس، حيت ما تصوروا شحال ديال الوقت والتعب باش نصايب هاد الفيديوهات. داكشي علاش اقل حاجه تقدر ديرها هي تدعمني بلايك. نرجعوا كيقولوا اسهل حاجه هي انك تعطي نصيحه، اما اصعب حاجه هي انك تطبقها. ولكن بالنسبه لاوساجي الناس كانوا كيشوفوه من القلائل اللي كيعيش الكلام اللي كيقولوه. فاش بدا اليوتيوب ما كانش كيدير المحتوى اللي معروف به اليوم، جرب اكثر من نوع حتى هو دار اخطاء وفشل، ومن بعد وقع التحول الحقيقي، بدل المحتوى بالكامل وبدا كيهضر على تطوير الذات والكاريزما والانضباط والعادات اللي تقدر تبدل حياه الانسان. والغريب ان هذا القرار كان هو افضل قرار خداه. القناه بدات كتكبر بسرعه، مئات الالاف ومن بعد مليون، ومن بعد قرب ل2 مليون متابع. الناس ما بقاش كيتفرجوا به غير باش يتسلاو، كانوا كيدخلوا غير باش يتعلموا. وهذا الشيء خلى أوساجي يبني جمهور مختلف، جمهور مستعد يسمع ساعات كامله بلا ما يمل. ومن بعد بدا كيقدم دورات وبرامج ومحتوى خارج اليوتيوب، وكان باين ان المسيره ديالو مازالت في البدايه. ولكن مره اخرى تعاود نفس السيناريو، اخر فيديو ومن بعد ولا كاين غير الصمت. الناس دخلت الانستغرام، دخلت الفيسبوك، وقلبت في كل بلاصه. السؤال كان واحد، فين غبر أوساجي؟ كاين اللي كان كيقول يمكن خدام غير على مشروع كبير ولا يمكن خدا راحه، وكاين اللي قال يمكن بغى يبعد على الضغط ديال اليوتيوب. ولكن الحقيقه ما كاين حتى شي اعلان رسمي كيشرح هذا الغياب بشكل كامل، ولهذا بقات القصه مفتوحه. يمكن يرجع ويمكن لا، ولكن الحاجه الوحيده المؤكده ان الفراغ اللي خلاه مازال كيبان حتى اليوم. ولكن اذا كان أوساجي اختفى بهدوء، في اليوتيوبر اللي جا من بعد اختفى بعد ما دفع الثمن بصحته. والقصه ديالو يمكن تكون من اصعب القصص اللي غادي تسمعها اليوم. بيرمون.
اول ما شديت منو التفاحه درت لجهه البير اللي التفاحه ورجعت 3 ديال الخطوات اللور، شديت واحد القنت وتخبيت فيها بحال لايق نبوله. صمصم المسكين غا كيشوف فيا وما فاهم والو، ما عرفش شنو غادي يوقع فيه دابا. اللي وقع مور هادشي صعيب اصلا انني نوصفو لكم بمجرد كلمات، ولكن غادي نحاول. بيرمون واحد من اسرع صناع المحتوى اللي طلعوا في السنوات الاخيره، قدر في مده قصيره يبني مجتمع كامل كيعشق قصص الرعب، ولكن ما كانش كيقرا القصص فقط، كان كيخليك تعيشها. طريقه السرد والصوت والاضاءه والتمثيل، كل فيديو كان كيبان بحال فيلم قصير، ولهذا القناه انفجرت مئات الالاف من المشتركين، وكان باين ان بيرمون لقى الوصفه السحريه. ولكن ورا كل هاد الفيديوهات كان كاين ثمن ما كانش الجمهور كيشوفو، ساعات طويله ديال التصوير، اعاده نفس اللقطه مرات ومرات، ضغط باش كل فيديو يكون احسن من اللي قبله. وفي واحد من الفيديوهات بان بيرمون هو كيهضر بصراحه، قال بان هذا المجهود اثر على صحته وحتى عنقه ما بقاش كيف ما كان. الحلقه الكماله تاع سلسله الروايه، ولكن بصراحه ما قدرتش نلوحها. حاولت نصورها البارح ما قدرتش، وحاولت نصورها حتى البارح ما قدرتش، لانه كما كتشوف مريض واحد شي شويه. العنق ديالي تكون سريع ووجه لي جهه اليسار، ما بقيتش قادر ندور الراس ديالي لجهه اليمين ولا لجهه اليسار، ولا فيكس لجهه واحده. على اي حال مشيت عند الطبيب وقال لي ان هذه حاله عاديه يعني كتوقع للناس، مثلا شي واحد فاش كيتعصب بزاف ولا شي حاجه بحال هكذا يعوج لي العنق ديالو لجهه اليسار. المهم حاجه عاديه زعما ماشي شي حاجه، خاصها غير شويه ديال الراحه وكتولي بخير. ولا سمحوا لي حيت ما نقدرش نلوح لكم الفيديو، راني ما درتش بالعاني ولا شي حاجه، حاولت نصور الفيديو جوج المرات ولكن. ومن بعد ولا نفس المشهد اللي شفناه من بزاف ديال اليوتيوبرز، الفيديوهات نقصات ومن بعد وقفات وبدات الاشاعات. كاين اللي قال انه تزوج، وكاين اللي قال انه اعتزل، وكاين اللي قال يمكن باغي غير يرتاح، ولكن ما كان حتى دليل قاطع كيأكد هذه الروايات، ولهذا بقى الاختفاء ديالو مجرد علامه استفهام كبيره. اما القصه اللي جايه مختلفه تماما عن القصه ديال بيرمون، حيت ما غاديش نهضروا على شخص واحد، غادي نهضروا على جوج صحاب، جوج كانوا كيبانوا انهم ما غاديش يتفرقوا ابدا، ولكن الحياة كان عندها قرار آخر. هاد جوج هما كل شيء. خوتي اليوم اول شين في هذا الفيديو عطيتي فيها صاحبي نديرو البريزنتيشن. انا سميتي نونوس، انا سميتي بينوكيو حيت عندي في طويل. نونوس بينوكيو نونوس. كاين الكذوب اخوتي. ودابا هذه الافتتاحيه ديال الشين ديالنا. اذا سولتي اي واحد كان كيتفرج في اليوتيوب المغربي قبل سنوات شنو هي اكثر قناه كانت كتصارع شي حاجه سميتها الساركازم، اكيد غادي يقول لك كل شيء. انس وايوب جوج شباب، ولكن الانسجام اللي كان بيناتهم هو اللي صنع هذا النجاح. المشاهد ما كانش كيدخل غير باش يتفرج في الرياكشن، كان كيتفرج في العلاقه اللي بينهم. كل ضحكه كانت كتبان طبيعيه، كل نقاش وكل تعليق كان كيخليك تحس انه جالس معاهم في نفس البيت. وهذا هو السر اللي خلى القناه تكبر بسرعه. المشتركين طلعوا بالالاف ومن بعد مئات الالاف، حتى وصلت القناه لاكثر من مليون مشترك. كان باين انه هذا الثنائي غادي يبقى سنوات طويله، ولكن ورا الكاميرا الامور ما كانت بنفس البساطه. كل فيديو كيبان مدته 10 دقائق، ولكن باش يخرج خاصو ساعات ديال التصوير وساعات اخرى ديال المونتاج، ومع الوقت كل واحد فيهم بدا كيمشي في طريق مختلف. الدراسه والالتزامات وحتى الوقت اللي كانوا كيجلسوا فيهم بجوج ولات كتنقص. في الاول الجمهور ما انتبه لحتى شي تغيير، ولكن من بعد الفيديوهات ولات كتنقص توصلت للنهايه. القناه سكتات، الناس بداو كيسولوا واش تفارقوا، واش دابزوا ولا غادي يرجعوا. ومن بعد مده خرج ايوب وقرر يهضر، وقال بان السبب ما كانش مشكل بينه وبين انس، ولكن الحياه ببساطه فرقات بيناتهم. كل واحد ولا عايش في دوله، وكل واحد عنده مسؤوليات جديده، وزيد الضغط ديال صناعه المحتوى اللي ولا كياكل لهم الوقت والطاقه. وهنا كاين واحد الضغط مهم بزاف. حنا كمشاهدين كنشوفوا غير 10 دقائق ديال الفيديو، ولكن ما كنشوفوش الساعات اللي كدوز في التصوير ولا المونتاج ولا الضغط باش كل مره تجيب فكره احسن من اللي قبلها. داك الشيء علاش مرات النهايه ما كتكونش بسبب الفشل، ولكن بسبب الارهاق. إلا لاحظتي رغم أنها القصص مختلفة إلا أنها كتشبه بعضياتها بشكل غريب. أيمن بوسلهام اختفى هو في القمة، وصاجي خلى بلاصتو فارغة وباقي الناس كيتسناوه. بيرمون دفع ثمن نجاح بصحته. كل شيء فرقته من الحياة والمسؤوليات. والحقيقة هاد القصص كاملة كتعلمنا حاجة واحدة، حنا كمشاهدين كنشوفوا غير 10 دقائق ديال الفيديو، ولكن ما كنشوفوش الساعات ديال الخدمة ولا الضغط ولا الخوف من الفشل ولا الإحساس اللي كيجيك ملي كتلقى راسك خاص كل مرة
تكون احسن من المره اللي قبلها. يمكن لهذا السبب كاين بزاف ديال صناع المحتوى كيوصلوا للقمه ولكن قليل اللي كيقدروا يبقاو فيها. والغريب ان بعض هذه الاسماء رغم سنوات ديال الغياب باقي الناس كيتفكروهم، وهذا يمكن اكبر دليل ان النجاح الحقيقي ماشي غير فقط في عدد المشاهدات ولكن في الاثر اللي كتخليه وراك. ودابا جا دورك، شكون هو اليوتيوبر المغربي اللي مازال كتمنى يرجع؟ واش كاين شي اسماء اخرين كتشوفوهم انهم خاصهم يكونوا في الجزء الثاني؟ كتب لنا الراي ديالك في التعليق، وما تنساش تدعمني بواحد لايك وتابونو وتفعل الجرس وتبارطاجي الفيديو مع صحابك. وهو هذا الفيديو سير تفرج له، راه فكره واعره 100% غادي تعجبك. في امان الله.